السلام عليكم الإخوة الأخوات المتابعين المسلسل الجميل وقدير سامحيني اللي خدينا منه بزاف العبر. جيت نقول لكم اليوم الحلقة الأخيرة اللي بزاف منكم كينتظروها، وبالتالي هذه الحلقة الأخيرة هي أن كمال غادي يكتشف بأنه ماشي ولد عائلة كوزان، وأن نادرة هي مو، حيت بدلوه لها هو وبلال في السبيطار. يعني غيطلع بلال ولد كوزان وكمال ولد نادرة، وغتعيش عائلة كوزان في واحد الصدمة كبيرة. ولكن ماشي هذه هي الصدمة الكبيرة، الصدمة الكبيرة هي اللي اكتشفوا المغاربة، بحيث انهم اكتشفوا باللي نادرة خدت الشعيبية مرت كبور. سيتادير غادي يطلع كمال ولد خالة الحبيب. ومن هذا المنبر بغيت نسولكم، واش مني نتوما الخوت كتسناوني نقول لكم الحلقه الاخيره؟ شوفوا، انا بغيت نوصل واحد الميساج للدوزين. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم باك ها العار، بارك علينا. ما بغينا لا سامحيني لا ظلميني. شوفي انت، عطي فرص للشباب اللي يلاه طالعين، الشباب يعني اللي عندهم مواهب خاصهم فين بين الموهبه ديالهم، عطيهم فرصه. هذوك الفلوس اللي كتعطي المترجمين عطيهم، ديري بهم انتاج الافلام قصيره باش يبانوا الشبان هادو الشابات مواهب اللي بزاف بزاف تقريبا ما كاينينش في شي دول اخرين. كاينين عندنا في المغرب ولكن ما كيبانوش، ما عندهمش فرصه. علاش هادشي ما يكونش؟ علاش ما نوصلوش على الاقل؟ ما حنايا ما طالعين حتى شي حاجه. علاش ما نوصلوش المصريين في السينما؟ الهنود هما الاخرين، هما افقر دوله وفايتيننا حنا في السينما. واش منا كتضلوا تعايروا وتقولوا المغاربه مكلخين؟ المغاربه هادو بالعكس، المغاربه ذكيين، ولكن نتوما اللي باغا تكلخوهم باش تبقاو مسيطرين على البلاد غير نتوما. دابا الشينوا مثلا، الشينوا ما كتدخل عليهم حتى شي ثقافه اخرى من غير الثقافه ديالهم. ما عندهم حتى شي اذاعه اخرى من غير ديال الشينوا. ما عندهم لا يوتيوب لا فيسبوك من غير الواتساب، ومره كيتقطع عليهم. علاش؟ حيت هما دوله مثقفه، باغيين غير الثقافه ديالهم باش يبقاو متطورين، ما باغاش شي ثقافه اخرى تدخل عندهم يتكلخ عليهم الشعب. ومن هذا المنبر كنتمنى من الخوت يبارطاجيو هذا الفيديو الله يوصل لدوزان. انا عارفه اصلا ما غيديوهاش فيا. وشكرا.